بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى نحركم لايك وشير ونشترك في القناه عشان من كل جديد، ونصلي على النبي في كومنتات اشكال لنا وثواب فضلا ولسه نشترك في القناه. بعد اذن حضراتكم، كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين ان شاء الله. طبعا كلنا شفنا اللي حصل ما بين حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد. غير مرفوض، مرفوض بالمرة. الناس دي المفروض يتوقع عليها عقوبة، وعقوبة شديدة جدا، عشان محدش يكرر الموضوع ده تاني. يا جماعة، يا جماعة هو في ايه؟ احنا دي رياضة، وانتوا اتنين زمايل في فرقة. انتوا اتنين زمايل في فرقة، ايه اللي بتعملوه ده؟ ما يصحش ابدا. وارد جدا ان يكون حسام عبد المجيد بيعمل الكلام ده عشان يمشي، عشان تتوقع عليه عقوبة، يعترض على العقوبة، يمشي مجاني، ما يرضاش يجدد. وارد جدا ده يحصل، وارد جدا، لان هو عايز يمشي. حسام عبد المجيد عايز يمشي، سواء بقى ان كان عايز يروح النادي الاهلي او عايز يخرج من النادي الزمالك ويروح بس مثلا الاحتراف الخارجي، ولكن حسام عبد المجيد عايز يمشي. ولكن مش موضوعي. موضوعي ان اللعيبه دي يتوقع عليها عقوبه، يتم توقيع عقوبه مغلظه على هؤلاء اللاعبين. وجهه نظري، وجهه نظري، عشان محدش يكرر الموضوع ده. يا جماعه اصل احنا مش في شارع، احنا مش في شارع يا جماعه. لما اتنين لعيبه في فرقه واحده يتخانقوا مع بعض امام الكاميرا وامام جمهور بقى وامام، معلش انت في الاستاد، احنا في غرفة خلع الملابس نقول ماشي مش مشكلة، محدش شايف حاجة. ولكن على العلن، لا. لا، فين دور بقى يعني دور مدير الكرة فين في نادي الزمالك؟ انت فين دورك؟ انا متهيألي لو يعني لوما بقيت في الفرقة كانوا واقفين وبيحوش ده وده بيحوش ده وده بيحوش ده، كانوا مسكوا في بعض بايديهم. ايه ده؟ حرفيا والله كان مسكوا بعض، كان مسكوا في بعض بايديهم. كان الضرب بقى اشتغل. ايه اللي بتعملوه ده يا جماعه؟ وعلى فكره اقسم بالله لو الموضوع ده حصل في النادي الاهلي او حصل ما بين لعيبه النادي الاهلي، كنت هطلع اقول نفس الكلام. كنت هطلع اقول نفس الكلام وهقول اكتر من كده بكتير. ولكن عشان بس حبايبي المحترمين جماهير نادي الزمالك، محدش يطلع يقول لي انت ايه يعني بتقول كده بس عشان الكلام ده، عشان ده ايه يعني حصل بين لعيبه نادي الزمالك. لا والله، والله الكلام ده لو حصل ما بين لعيبه الاهلي كنت هطلع واقول اكتر من كده بكتير. ولكن المفروض اللعيبه دي يتم توقيع عقوبه مخلصه عليهم، عشان محدش يكرر الفعل ده تاني. يا جماعه دي رياضه يا جماعه، ايه اللي بتعملوه ده؟